السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده شركة شاومي اعلنت عن تليفونها الجديد شاومي ريدمي اي 3 في الهند، واطلقته بشكل رسمي. هنقول مواصفاته بشكل مبسط وهنقول مع بعض على طول. واهم حاجة ان التليفون ده جاي بينافس في الفئة الاقتصادية وبسعر مميز جدا جدا جدا، ممكن تقدر تشتريه بمبلغ رمزي. فيلا من غير ما اطول عليك، يلا نبدأ. معانا هنبتدي بيها وهي تصميم التليفون. تصميم التليفون هنا جاي من البلاستيك وجاي من نوع البولي كربونات، وطبعا مش دي طبعا دي حاجه عاديه، ولكن التليفون هنا بيجي معاه نسخه جلد طبيعي نباتي، ودي حاجه جميله جدا على فكره. وتاني حاجه معانا وهي وزن التليفون 193 جرام، وهتكون مسكته ممتازه، مش هيبقى فيها اي مشكله. والتليفون بيدعم تركيب شريحتين اتصال 4G للاسف مش 5G. وتالت حاجه معانا التليفون بيدعم تركيب كارت ميموري مع الكارتين. وشاشه التليفون هنا بتيجي عملاقه بصراحه، بتيجي في 6.71 انش، ودي حاجه جميله جدا ان احنا نشوفها في الفئه دي. والتليفون على فكره من مميزاته ان هو شكله شيك جدا. وخلينا مع الشاشه على طول. الشاشه العملاقه دي جايه من نوع IPS LCD، وبتيجي طبعا HD بلس للاسف مش فول HD، وبتيجي بعدد بكسلات 268 بكسل لكل بوصه. وللاسف الشاشه دي مش اموليد ومش بتدعم لك ال 120 هرتز، ولكن بتديك ال 90 هرتز. وبرضك هرجع اقول لك تاني، في التضحيات البسيطه او التضحيات اللي انت هتشوفها في الفئه الاقتصاديه دي مش هتقف معاك في اي حاجه، عشان سعر التليفون ده كويس جدا على فكره. هي النقطه الوحيده بس اللي انا مش هقدر اتكلم يعني فيها واقول لك تغاضى عنها، وهي سطوع الشاشه هنا 500 شمعه، يعني مش هتقدر انك انت تمشي في تحت اشعه الشمس مستريح. لازم تقف في حته فيها ظل عشان تقدر تشوف المعلومات بتاعتك اللي موجوده في الشاشه، مش هتقدر تشوف كويس تحت اشعه الشمس. وطبعا الشاشه عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس الجيل الثالث، ودي برضك حاجه كويسه، ولكن ما تعتمدش عليها اعتماد كلي ان التليفون ما بيتكسرش. ركب السكرين بتاعتك وما يهمكش اي حاجه، وحافظ على تليفونك. والمعالج اللي جاي موجود في التليفون جاي من شركه ميديا تك، وهو هيليو جي 36. المعالج ده مش احسن حاجه، ولكن هتقدر تستخدمه الاستخدام الطبيعي، التصفح اليومي على تطبيقات السوشيال ميديا بكل اريحيه، مفيش اي مشكله. ولازم تحط نقطة في دماغك ان التليفون ده مش هتقدر تلعب عليه الالعاب التقيلة عشان هتضر الجهاز جامد. والمعالج ده جاي بدقة تصنيع 12 نانومتر، يعني مش موفر للطاقة قوي، عشان ما تعتمدش عليه اعتماد كلي ان هو يوفر لك الطاقة، فما تعتمدش الاعتماد ده عشان التليفون هنا هيسحب منك طاقة بشكل ملحوظ. ولكن الشاشة IPS طبعا هي مش اموليد فمش هتسحب معاك جامد، ولكن ال 90 هرتز ممكن تسحب من البطاريه معاك شويه. الواجهه اللي موجوده في التليفون ده واجهه مخصصه، مش زي اي الواجهات اللي شاومي بتحطها في التليفونات الفئه المتوسطه او الفئه العليا بتاعتها، ودي واجهه موجوده في التليفونات الاقتصاديه عشان تخليها سلسه اكتر. والواجهه دي اسمها MIUI جو اديشن، وهي كويسه نسبيا، هتقدر تخلي الجهاز سريع شويه. وطبعا التليفون جاي من العلبه باندرويد 14. التليفون ده جايب نسختين، النسخه الاولى 3 جيجا رام مع 64 جيجا ذاكره داخليه، ل 4 جيجا رام مع 128 ذاكره داخليه. على فكره التليفون ده بقول لك تاني، انا عارف ان هو مواصفاته مش قويه، ولكن احنا بنتكلم في نقطه التسعير. نقطه التسعير بتاعته لو نزل فعلا في مصر بالسعر ده هتلاقيه مع ايد كل الناس. ليه؟ ان في ناس كتير قوي ما بتبقاش عايزه التليفون اللي هو بقى اقوى حاجه في كل حاجه، هو مستخدمه عشان مثلا يقول الو بس، او مستخدمه عشان يتصفح بيه على السوشيال ميديا، يعرف اخبار البلد، يعرف اخبار حاجه معينه، مش في دماغه في اي حاجه تاني. فالتليفون ده هيكون مناسب ليه. ونخش على طول على الكاميرات. الكاميرا الاولى معانا هنا وهي كاميرا السيلفي. الكاميرا هنا السيلفي جايه 5 ميجا بكسل، وفتحة العدسة بتاعت الكاميرا جاية 2.2. وطبعا الكاميرا السيلفي بتصور فول اتش دي 30 فريم في الثانية. انا مش هقول لك طبعا دي اداء مقبول ولا متواضع، انت هو من رقمها انت عارف، والتليفون ده بيوجه للفئة الاقتصادية. وارجع تاني اقول لك ما تبنيش امال ان التليفون ده هيديلك امكانيات قوية. هو التليفون ده نقطته ان هو بينافس في الفئة الاقتصادية وبينافس في حتة لوحده بسبب نقطة التسعير. والكاميرا الخلفية هنا بتيجي معانا مزدوجة. الكاميرا الأولى الرئيسية اللي أنت هتصور بيها كل التصويرات بتاعتك اللي أنت هتعتمد عليها المفروض اعتماد كلي جاية 8 ميجا بكسل، يعني أنا مش عارف بصراحة. بتيجي بفتحة عدسة 2.0. وطبعا الكاميرا التانية أنا مش عارف أنطقها والله العظيم، يعني هي جاية 0.8. المفروض ان الكاميرا التانية دي اللي احنا قلناها المفروض ان هي فيها مميزات تبع الذكاء الاصطناعي، انا معرفش هي بتشتغل ازاي عموما، بس قشطه يعني تمام. الكاميرا الخلفيه دي بتصور فول اتش دي برضك 30 فريم في الثانيه. هي ارقام خزعبليه، يعني هم حاطط لك ارقام ملهاش اي لازمه بصراحه، بس قشطه يعني. هو التليفون كده كاميراته المفروض ان هي اقل من المتواضع، فاحنا هو الراجل قايل لك 8 ميجا بكسل، ولا ضحك عليك قال لك 50
وكان مش حاطط لك اصلا كاميرا، فهو حاططها لك 8 ميجا بكسل وانت عارف انك انت شاريها 8 ميجا بكسل. مضطر انك انت تشتري حاجه زي كده؟ ما تشتريهاش، يعني انت مش مضطر انك تشتري حاجه زي كده. ولكن انا قلت لك الفئه اللي هتشتري التليفون ده هتشتري ليه. سماعات التليفون للاسف بتيجي مونو مش ستيريو، ودي حاجه معروفه في تليفون اقتصادي يعني مفيش مشكله. وسائل الحمايه اللي موجوده في التليفون ده هي وسيلتين. الوسيله الاولى بتقدر تشغل التليفون من زرار الباور، في بصمه كويسه جدا يعني سرعتها مقبوله. وعندك البصمه الثانيه بصمه الوش وادائها مقبول، والحمد لله شاومي عملتها، ما بتعملهاش مع تليفوناتها الفئه المتوسطه، عملتها مع تليفونها الاقتصادي. مستشعر التقارب الموجود في التليفون ده حقيقي الحمد لله ان هو موجود اصلا. والبطاريه جايه معانا هنا 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن البطيء 10 واط. جايب 3 الوان، الازرق السماوي والاسود والاخضر، والثلاثه جمال جدا. والاخضر جاي يعتبر هو تقريبا السبيشال بتاعهم اللي هو جاي بنسخه الجلد. ونيجي لاخر حاجه معانا اللي هو تسعير الشاومي ريدمي اي 3. وعلى فكرة شكله شيك جدا، ولكن الامكانيات اللي فيه متواضعة، ولكن ده على حسب التسعير بتاعه، فانت هتحكم عليه بحسب تسعيره. بس اهم حاجة قول لي رأيك في الكومنتات عن التليفون، وهل سعره مناسب ولا المفروض يبقى اقل من كده او اغلى من كده. والتليفون جاي بسعر 4500 جنيه مصري تقريبا. مفيش اي تفاصيل عن نسخة 364 على التسعير بتاعها لسه، بس هي ممكن تكون اقل من ال 4000 وهيبقى تسعيرها ممتاز. ولكن مع الامكانيات اللي موجودة في التليفون ما اظنش انك انت هتتجه للنسخه الصغيره، لازم تجيب النسخه الكبيره عشان يبقى ما بقاش بطيء بشكل ملحوظ معاك. بس ان هو تليفون فعلا فئه اقتصاديه ومركز في الفئه الاقتصاديه ومركز على فئه معينه من الناس. اتمنى تكون المراجعه عجبتك. كان معاك ابو حميد، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ها سلام.